تجوب قافلة طبية مختلف مناطق بلدية الضلعة بولاية أم البواقي لتقديم خدماتها الطبية المجانية لفائدة كبار السن في مبادرة إنسانية أطلقها شباب نشطاء بالتنسيق مع طاقم طبي من العيادات المتعددة الخدمات. رشيد مقدم في هذا التقرير. رافقناهم في قافلتهم الطبية الإنسانية هذه، وهم يجوبون مختلف مشات بلدية الضلع بولاية أم البواقي. الغاية تقديم العلاجات المنزلية لكبار السن، مبادرة أطلقها شباب نشطاء بالتنسيق مع العيادة المتعددة الخدمات الشهيد طيب خليل بالضلع. زيارة تفقدية إلى المناطق الريفية، وزرنا الناس الكبار في العمر، الناس اللي مرضى، الناس ربي يعلم بحالها، ربي يجيب لهم الشفاء إن شاء الله. العمل الخيري المشترك ضمن هذه القافلة الطبية شمل خدمات الكشف والعلاج مجانا لفائدة الفئات الهشة والمرضى على وجه الخصوص. ومريضة بالحساسية، ضرقني في عامين وانا هذا هزي، مصاريف ما عنديش باش نجري على روحي. الاحتياج محتاجة بزاف مصروف، ما عنديش باش نعيش والو، لا ربي سبحانه. هي مبادرة تستحق التنويه قام بها المكتب الولائي للمنظمة الجزائرية لحقوق الإنسان، حيث ضمت طاقما طبيا شابا ومتطوعون يعملون في المجال الاجتماعي والحقوقي بالمنطقة. بالتنسيق مع الطاقم الطبي للعياده المتعدد الخدمات، اين تم تشخيص العدد الكبير من حالات اصحاب الامراض المزمنه والفئات المعوزه. وعلى هامش القافلة الطبية تبرع محسنون بكسوة العيد ليرتديها الأطفال يوم عيد الفطر المبارك، ترسيخا لقيم التكافل الاجتماعي.